يا صباح الفل على احلى ناس او مساء الفل في الوقت اللي حضرتك بتشاهد الفيديو فيه. وفي الفيديو ده بقى هشارك معاكم ميزة مهمة اكيد حضراتكم هتستخدموها لو حضرتك عايز تضيف الساعة والاسم بتاعك ورقم تليفونك على شاشة قفل الهاتف بطريقة سهلة وبسيطة. ومش بس كده، اليوم والتاريخ. وهنا بقى حضرتك تقدر تضيف الحاجات ديت لو لا قدر الله التليفون بتاعك ضاع ولا حصل له اي مشكلة. اي حد يلاقي التليفون بتاعك هيشوف الرقم الهاتف اللي انت هتكون ضايفه على شاشة قفل الهاتف بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة. لو عايز تفعل الميزة دي تابع معايا الفيديو للآخر علشان الكل يستفيد. وبتمنى من كل اخواتي لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. وهنا حضراتكم هيكون ده اسم التطبيق. اول ما تنزل التطبيق ده على الهاتف بتاعك وتضغط عليه هيفتح معانا بالشكل ده. واول خطوة معانا هنطلع اكس من هنا، وهنا حضرتك هنضغط على السهم ده ونعلم عليه، وبعد كده هنضغط على السهم ده وهندي السماح للتطبيق. هنضغط السماح من هنا وبعد كده هنضغط السماح، هتلاقي اسم التطبيق هنا هتديله السماح بالشكل ده. وبعد كده هترجع تاني هتضغط من هنا، وهنا بقى التطبيق هيكون اتفعل معانا بالشكل ده. حضرتك بقى تقدر تختار الساعة اللي انت عايزها. لو حضرتك عايز بقى تختار الساعة اللي انا كنت ضايفها تضغط عليها من هنا. مش بس كده، حضرتك تقدر تكبر الساعة بالشكل ده وتقدر تصغرها. انا هخلي الساعة كبيرة من هنا. وبعد كده حضرتك بقى لو عايز تكتب اسمك وعايز تكتب رقم تليفونك وعايز تضيف اي حاجة انت عايزها هتضغط على مذكرة بالشكل ده. واول حاجة لو عايز تضيف اسمك هتكتب الاسم اللي انت عايزه. انا هكتب ابراهيم فودة بالشكل ده. ولازم حضرتك بقى تنزل كذا اختيار بالشكل ده علشان حضرتك لو عايز تضيف رقم تليفونك هتضيف الرقم اللي انت عايزه بالشكل ده. وبعد ما تضيف الرقم اللي انت عايزه لو عايز تكبر الحجم بتاعه، بس انا انصحك ان انت ما تكبرش حجم النص اللي احنا ضفناه علشان يظهر على شاشة القفل بنفس الشكل. ولازم تعلم على الاختيار ده وتفعله بالشكل ده. وبعد ما فعلناه هنطلع بقى من التطبيق وهنروح على شاشة القفل. هتلاقي الساعة انضافت معانا والاسم والرقم اللي احنا ضايفينه وبطريقة سهلة وبسيطة. وتقدر تضيف اي حاجة انت عايزها على شاشة القفل من التطبيق التحفة ده. وبس كده هيكون فيديو سريع وبتمنى يكون عجبكم. وما تنسوش يا احلى اصحاب اللايك والمتابعة، واشوفكم دايما على خير بإذن الله.